لو بتقعد تذاكر بالساعات ومش بتحس إنك أنجزت، يبقى المشكلة مش فيك، المشكلة في طريقة يومك. في الفيديو ده هقولك الروتين اليومي المثالي اللي يخليك تذاكر بتركيز ومن غير ما تتحرق نفسياً. خليني أقولك حاجة مهمة، المذاكرة مش محتاجة ذكاء خارق، ولا محتاجة تقعد 10 ساعات كل يوم. الموضوع كله نظام، روتين بسيط، واضح، تقدر تمشي عليه يومياً. أول خطوة، اصحى بدري شوية. مش لازم الساعة 5 الفجر، بس قبل ميعادك بساعة على الأقل. ليه؟ عشان مخك بيكون لسه صافي، مفيش دوشة، مفيش تشتيت. أول نص ساعة بعد ما تصحى ما تمسكش الموبايل ولا تفتح سوشيال ميديا. اشرب مية، افتح الشباك، خد نفس عميق. بس كده، مخك بدأ يشتغل. بعد فطار خفيف، ابدأ بأصعب مادة عندك. ليه الأصعب؟ عشان طاقتك في أعلى مستوى. ذاكر 25 دقيقة تركيز كامل، وبعدها 5 دقائق راحة. كرر الموضوع ده كذا مرة. خلال وقت التركيز مفيش موبايل، مفيش إشعارات، مفيش خروج من المكتب. جلسة واحدة مركزة ممكن تساوي ساعة عشوائي. وقت الراحة مش معناه تمسك الموبايل، الراحة يعني تتحرك. قوم امشي شوية، اعمل تمارين خفيفة، غير مكانك. المخ محتاج حركة، مش محتاج سوشيال ميديا. قبل ما تخلص يومك، راجع اللي ذاكرته في ربع ساعة. راجع عناوين، نقط أساسية، واسأل نفسك أسئلة سريعة. الجزء ده هو اللي بيثبت المعلومة. ولازم يبقى في يومك وقت ليك، رياضة، قراءة خفيفة، هواية بتحبها. الطالب اللي حياته كلها مذاكرة بيتحرق بسرعة. وازن بين حياتك ودراستك عشان تقدر تكمل. افتكر دايما، الناجحين مش أذكى ناس، هم بس ماشيين بنظام. ابدأ بكرة، مش الأسبوع الجاي. روتين بسيط، التزام يومي، نتيجة كبيرة. ولو الفيديو فادك، اكتب في التعليقات هتبدأ من إمتى.